تعالي بقى اوريكي احلى طبق فراخ كراشيك. بيسمع صوت الكريسبي كده، حاجه عظيمه. وشويه فراخ بتتبيله عظيمه جدا ومش محتاجه منك غلبه. في 5 دقايق هتعملي وجبه محترمه جدا. ايه العظمه دي؟ بص الفراخ عامله ازاي، بتتكلم مصري وتركي الاتنين مع بعض. هي كده، هي بتتاكل كده. مش هتلاقي الكلام ده غير في صفحه كريم الحديدي وبس. فراخ على الطريقه التركي هنعملها مع بعض. هاتيلي بقى ربع كيلو بانيه وهنعمل اكله تقضي العيله والجيران كمان. عندي هنا 6 قطع من البانيه بحوالي ربع كيلو من الفراخ. تمام، هنقطعهم زي ما انتم شايفين كده شرايح رفيعه جوليان. احنا هنعمل وصفه تركي اسمها فراخ كراشيك. بقول لك ايه، هتاكلي صوابعك وراها. هنقطع الفراخ وبعد كده نقطع شويه خضار ونشوف ايه الاخبار. نبتدي نقطع شويه فلفل حلوين كده، اي فلفل رومي عندك، شويه فلفل الوان اهو. الوصفه دي بتاخد خضار زي ما انت عايزه. طبعا الطماطم هتنزل اخر حاجه، فنقطعها ونخليها ايه على جنب لوحدها كده. معايا بطاطسيه واحده اهوت متقشره، وطبعا هنبشرها على الجنب العريض. في كذا جنب للمبشره، احنا على العريض اقرب حاجه. بصوا يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده انا بشرت البطاطس كويس جدا وغسلتها وصفيتها من النشا اللي فيها. عندي هنا زيت سخن زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي ننزل بالبطاطس بتاعتنا نديها تحميره حلوه اهو. زي ما انتم شايفين كده الموضوع سهل جدا وبسيط. شايفين يا جماعه البطاطس عامله ازاي؟ ما شاء الله. انا عايز اقول لكم على حاجه بعيده عن الوصفه ديت. البطاطس دي لوحدها تعملوها على الفطار حكايه حكايه. كده خلاص اتحمرت معايا. هنطلع البطاطس بتاعتنا ونشوف بقى الوصفه بتاعتنا التركي هنعمل فيها ايه. فراخ كراشيك، يلا بينا. عندنا وراك يا جماعه او طاسه تكون غويطه شويه. هنبتدي ننزل بالفراخ بتاعتنا نعمل لها تشوك صدمه. اول ما تاخد الصدمه معايا نبتدي بقى نقلب كده. يلا اهو. هننزل اول حاجه بالفلفل، بعد كده هننزل بالطماطم. هنقلب تقليبه حلوه، بعد كده ننزل بشويه الطماطم بتوعنا. عندي شويه ملح حلوين اهو، عندي فلفل اسود، زعتر وروزماري فريش. تعالوا بقى نركب الطبق بتاعنا. شويه رز كده بسمتي يا مزاجه اهو، من اللي وصى عليهم الحكيم لقمان. شويه رز كده في الارضيه. خدي بالك من البرزنتيشن بقى اهو. شايفه المنظر عامل ازاي؟ فوق الرز دايركت. هي كده، هي بتتاكل كده اهو. اللهم صل على النبي. بص المنظر، الصوره بتتكلم عن نفسها. لسه ما خلصتش. البطاطس الجميله بتاعتنا اللي احنا عملناها الكريسبي فوق الفراخ على طول. سلام عليك يا حديدي. ايه الجمال ده؟ والله العظيم دوري في جوجل زي ما انت عايزه، مش هتلاقي الكلام ده غير في صفحه كريم الحديدي وبس. وتحدي. شايف المنظر؟ شويه زبادي حلوين كده. بص كده المنظر اهو. اشتغلي زي ما انا شغال كده بالظبط. ده طبعا بيتاكل مع بعض، يعني ده كله بيتاخد قطمه واحده اهو بالشكل ده كده. سلام عليك يا حديدي، يا سلام. تروحي تاكلي الطبق ده في اي مطعم من المطاعم يقول لك ايه 5000 جنيه و6000 جنيه. لا، تعالي هنا في الصفحه عندنا واعملي الاكل ده كله ببلاش. شايفه المنظر؟ سلام اهو. خد مننا ايه؟ ربع كيلو فراخ والله العظيم يا جماعه، والموضوع مش مستاهل. الف هنا وشفا على الهنا. حط جنبه شويه زبادي بالخيار، وده عدله. طبق بيتكلم تركي، حاجه عظيمه جدا. بربع كيلو فراخ ما شاء الله عملنا عظمه زي ما انتم شايفين. بص الطبق حكايه، حدوته كبيره. قيمته الغذائيه بقى معديه الهرم الغذائي بكتير، واخده فراخ ونشويات وموضوع كبير قوي، وهتاكلي صوابعك وراه. الف انا وشيف عليكم. اتمنى تجربوا الوصفه ديت. سلام. ايه العظمه دي؟ بص الفراخ عامله ازاي، بتتكلم مصري وتركي الاتنين مع بعض. بيسمع صوت الكريسبي كده، حاجه عظيمه. وشويه فراخ بتتبيله عظيمه جدا ومش محتاجه منك غلبه. في 5 دقايق هتعملي وجبه محترمه جدا. بتتاكل ازاي؟ كده اهو. الرز مع الزبادي بالمنظر ده كده،
مع شويه بطاطس. سلام عليك يا حديدي اهو. وعلى فين؟ اتمنى تجربوها، فراخ عظيمه جدا والله العظيم. مش هتاخد منك ربع ساعه بالظبط، هتعملي وجبه تكفي العيله والجيران والحبايب كمان. الف هنا وشفا عليكم. سلام.